السلام عليكم، انا مصطفى. وفي فيديو النهارده هنشوف ازاي تغير موقعات الالعاب وبرامج السوشيال ميديا، وازاي تحط موقع وهمي بحيث ان مفيش حد يقدر يتتبع موقعك. في فيديو النهارده هنتكلم عن اي ماي فون ان 2. فيديو النهارده هيتقسم لثلاث اجزاء: ازاي تنزل برنامج، ازاي تثبت البرنامج، ازاي تستخدم البرنامج. يلا بينا نشوف ازاي ننزل برنامج ونثبته. اول حاجه هنعملها هندخل على اللينك اللي في الديسكريبشن او في اول تعليق وندوس عليه، نفتح لنا الموقع ونختار نظام التشغيل ونختار تنزيل مجاني، وبعد كده نفتح البرنامج ونختار انستول. وبعد ما تربط تليفون بالكمبيوتر هيظهر قدامك اليونيفرسال مود والسبيسيفيك جيم مود. هنختار اليونيفرسال مود على سبيل التجربه. لو انت بتلعب لعبه البوكيمون جو اختار سبيسيفيك جيم مود. وبعد ما اخترنا اليونيفرسال مود هنستنى شويه لحد ما يحمل، وزي ما انتم شايفين ده الموقع الحالي بتاعي. ودلوقتي يلا نجرب البرنامج ونشوف هنستخدمه ازاي. الاول خالص كده فوق على الشمال في مكان للبحث علشان تقدر تحدد الموقع وتبحث عن الموقع اللي انت عايزه، وعلى اليمين في ادوات للتحكم والحركه. اول حاجه وهي ان انت تحدد عن طريق نقطه، وهي انك تختار المكان اللي انت عايزه بشكل مباشر، او تحدد مسار للحركه. كمان تقدر تخلي المسار ده دائري، وكمان تقدر تعدل على اي نقطه من نقط المسار. كمان في تو سبوت مود، هو عباره عن مسار مكون من نقطتين: نقطه بدايه ونقطه نهايه. ونقطه البدايه بتكون موقعك الحالي، ونقطة النهاية بتكون الموقع اللي انت حددته. في مسار متعدد النقاط او المالتي سبوت مود، هو زي مسار الحركة، وكمان تقدر تخليه مسار دائري، ولكن هنا تقدر تحدد سرعة للحركة وازاي انت هتتحرك بعجلة او مشي او بعربية. واخر حاجة وهي الجويستيك، من خلاله بتحدد الوسيلة اللي انت تنتقل بيها وتبدأ تتحرك في الاتجاهات اللي انت عايزها وكأنك بتلعب لعبة. ولو نزلت للقائمة اللي تحت هتلاقي اول ايقونتين مرتبطين بلعبة بوكيمون جو، واللي بعدها بتوضح عدد الاجهزة المتصلة واللي تقدر تتحكم فيها، ولو عايز تفصل جهاز او توصل جهاز او تفصلهم كلهم. وبعد كده شكل الخريطة او الماب سكان، وده من خلاله بتقدر تغير شكل الخريطة اللي بتعرض او اللي بتظهر قدامك. ومعانا كمان ايقونة الامبورت فايلز او استيراد الملفات، ودي بتخليك تقدر تحصل على معلومات موقع من ملف نصي. وبعد كده في الريسيت لوكيشن، ودي بتخليك تعمل اعادة ضبط لموقعك ويرجع للموقع الاصلي. واخر ثلاث ايقونات تمكنك من انك تعمل زوم ان وزوم اوت او ترجع لمكانك. ودلوقتي هنشوف ايه هي مميزات البرنامج وأنظمة التشغيل اللي يدعمها وباقات الدفع المتاحة. بالنسبة لأنظمة التشغيل فهو بيدعم الماك والويندوز والاي او اس والاندرويد. اما بالنسبة للمميزات فهو مجاني، واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، يدعم مجموعة متنوعة من البرمجيات، يدعم تغيير الموقع لأكثر من 15 جهاز في نفس الوقت، يقدم 5 وضعيات للواقع الحقيقي، يدعم أنظمة تشغيل مختلفة. اما بالنسبة لباقات الدفع عندك 3 خطط. الخطة الأولى وهي ال VIP الشخصية، وفيها 3 باقات: باقة فصلية وباقة سنوية وباقة مدى الحياة. طبعا كل باقة ليها سعرها ومميزاتها. والتانية وهي ال SVIP الشخصية، وتنقسم ل3 باقات: باقة فصلية، باقة سنوية، باقة مدى الحياة. طبعا الأسعار تختلف والمميزات بتزيد. والتالتة وهي SVIP للأعمال، وتحتوي على باقتين: باقة شهرية وباقة مدى الحياة، مع إمكانية تحديد عدد الأجهزة المتصلة. وما تنساش تستخدم كود خصم EWM330، تاخد خصم 30% على الباقة الفصلية والسنوية ومدى الحياة. كده يكون خلص فيديو النهاردة، واستنونا في فيديو جديد، وسلام.